السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا البرمجة دلوقتي بقت واحدة من اهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وكل يوم بنسمع عن مجالات جديدة بتتفتح قدام المبرمجين. وفي الفيديو ده ان شاء الله نتعرف على البروجرامينج او البرمجة وايه الفرق بينها وبين الكودينج، وازاي الكمبيوتر بيتعامل معاها. وتاني حاجة نتعرف على اهم واشهر 10 مجالات في البرمجة، وتالت حاجة وصف بسيط لكل مجال، واخر حاجة خاتمة. وان شاء الله في الفيديوهات الجاية انا هشرح كل مجال لوحده، وهقول كل مجال ده ايه اللغات المطلوبة فيه، وايه اصلا المجالات اللي موجودة جوه المجال ده. وطبعا قبل ما نبدا انا هسيب لكم لينك بروفايل الفيسبوك في الديسكريبشن والجيميل طبعا، وهسيب شويه لينكات للي عايز يتعرف على البرمجه اكتر ولغات البرمجه ومجالات البرمجه. طب مبدئيا كده يعني ايه بروجرامينج او ايه هي البرمجه؟ البرمجه دي عمليه كتابه تعليمات للكمبيوتر او للنظام نفسه على شكل حروف وارقام ورموز، او اللي هي اللغه البرمجيه، يعني عشان خاطر ينفذ تعليمات معينه او يحل مشاكل، او الاتنين عادي. يبقى programming is writing instructions for computer to perform tasks or solve problems. فدي كده باختصار شديد تعريف البرمجة والبروجرامينج. طب دلوقتي بقى ايه الفرق بين البروجرامينج والكودينج؟ طبعا الكودينج دوت جزء من البروجرامينج. البروجرامينج دي عملية اوسع واشمل من الكودينج. الكودينج ده اللي هو التكويد، هي عملية كتابة الاكواد ولا اكتر ولا اقل. يبقى الكودينج is a subset of programming، ده جزء من البروجرامينج او البرمجة. ديت عملية كتابة أسطر الكود اللي هي writing lines of code. تالت حاجة machine readable inputs، ان انت بتدخل inputs معينة في لغة البرمجة، الجهاز نفسه او النظام بيعرف يتعرف عليه. اخر حاجة language and syntax. طبعا الساينتكس ده في البرمجة اللي هو النحو، من الاخر نحو برمجة، اللي هو انت ازاي بتكتب الاسطر، ازاي اللي هو دي بتستخدم في ايه كده، اللي هو النظام نفسه، وان انت تحط كل حاجة في مكانها الصح. البروجرامنج دي بقى ان انت بتكون عايز تعمل نظام سوفت وير معين، وتشوف الحاجات المتطلبه ليه، وان انت تترجمها بقى للبرمجه، وتستخدم شويه البرمجه واللي هو الكودنج يعني. دي عمليه او خطوه من الخطوات، وان انت تفضل بقى تعمل تيستنج وديباجنج عشان تطلع نظام السوفت وير في الاخر. يبقى اول حاجه السوفت وير كريشن، انت بتعمل نظام سوفت وير. تاني حاجه انت بتشوف وبتحدد الريكويرمنتس، identifying program requirements، بتعرف المتطلبات. تالت حاجه انت بقى بتترجم الريكويرمنتس انتو كود. انت دلوقتي مثلا عايز تحط حاجه معينه في النظام ده، فانت الحاجه اللي انت بتحطها دي بتحطها عن طريق كود او اللي هي لغه البرمجه. دي تالت حاجه. رابع حاجه ديباجنج، او ان انت تشوف مشاكل وتحلها. وتستنج طبعا ده طبيعي، ان انت في الاول وفي الاخر انت بتبقى عايز تحسن نظام السوفت وير بتاعك الى اخره. طب ازاي بقى الكمبيوتر بيتعامل مع البرمجة او لغات البرمجة او الاكواد عموما؟ رقم واحد الكودز are written in programming language. انت بتكتب الحاجات اللي انت عايزها دي في لغات برمجية معينة، مش ينفع تكتبها بالانجليزي او بالفرنكو او باي حاجة. يعني في لغات برمجية معينة زي HTML مثلا او jQuery او اي حاجة بتكتبها في اللغات دي اول حاجة. تاني خطوة الاكواد اللي انت كتبتها وظبطتها وظبطت الساينتكس بتاعتها، تدخل حاجة اسمها كومبايلرز او مجمعات، او اللي هو من الاخر الجهاز او النظام اللي بيحول الاكواد اللي انت كتبتها لماشين كود الكمبيوتر نفسه يقدر يفهمه ويتعامل معاه. تالت حاجة الكمبيوترات بتفهم ماشين كود طبعا. واخر حاجة الحاجات اللي انت الاكواد اللي انت كتبتها في الاخر خالص بتتنفذ. واول مجال معانا هو مجال ويب ديفلوبمنت او مجال تطوير الويب، والمجال ده من اشهر مجالات البرمجة اذا لم يكن الاشهر يعني. المجال دوت اللي بيشتغل في المجال دوت هو بيتعامل بشكل اساسي مع الويب، ان هو مثلا يطور تطبيقات او مواقع بقت تشتغل على الويب، او ان هو مثلا يعمل موقع ليه هو، او ان هو مثلا يحسن موقع ليه هو. والمجال ده بينقسم لثلاث مجالات اساسيه: فرونت اند، باك اند، فول ستاك. فول ستاك ده اللي بيعمل لك الموقع من الالف للياء، بيعمل كل حاجة فيه من الآخر. فدي أول مجال. وتاني مجال معانا في مجال الويب ديفلوبمنت هو مجال الباك اند، باك اند ديفلوبمنت. باك اند ديفلوبمنت دوت اللي هو انت بتعمل شغل ما خلف الكواليس، ازاي البرنامج ده يشتغل على الويب نفسه، ازاي تقدر تظبط الاستورج بتاعته، اللي هي الحاجات اللي المستخدم ما بيشوفهاش من الآخر. ده تاني مجال. تالت حاجة بقى فرونت اند. فرونت اند دوت اللي هو بيعمل كل الحاجات اللي انت بتشوفها قدامك، اللي انت بتتعامل معاها في الموقع. انت مثلا دخلت على فيسبوك بتشوف كل القوائم اللي قدامك دي كلها اسمها فرونت اند، اللي هي الحاجات اللي انت بتتعامل معاها وتشوفها. ومجال ده من اسهل واهم المجالات طبعا، مجال الويب ديفلوبمنت ده اول مجال معانا. تاني مجال معانا هو مجال الموبايل ديفلوبمنت. طبعا المجال دوت اللي بيشتغل فيه بيتعامل بشكل اساسي مع التطبيقات اللي بتبقى موجوده على التليفونات، سواء كان الاي او اس او الاندرويد. والمجال ده فيه ثلاث مجالات برضو زي الويب ديفلوبمنت، هما الاندرويد ديفلوبمنت، اي او اس ديفلوبمنت، كروس بلاتفورم ديفلوبمنت. والمجال ده بيختص ان هو يعمل تطبيق معين، يحسن تطبيق معين، مثلا يعالج اخطاء موجوده في تطبيق معين. والمجال ده برضو مجال في غايه الاهميه. تالت مجال غني عن التعريف ومجال مهم جدا وبيدخل دهب، يعني هو مجال السايبر سيكيورتي او الامن السيبراني. اللي بيشتغل في المجال ده بيكون هدفه الاساسي ان هو يحمي المعلومات، سواء كانت بتاعت بنك او مستشفى او مهما كان يعني.
المهم ان الهدف الاساسي ان هو يحمي المعلومات دي ويعمل لها انكريبشن او تشفير كويس، بحيث انها مفيش هاكر معين يقدر يخترقها. زي مثلا كان مش فاكر كان من كام سنة كان في هاكرز روس عملوا فيروس يعني كان خطير جدا اسمه وانا كراي. كان في مستشفى تقريبا، كان مقابل 50 مليون دولار يعني. فمجال السايبر سيكيورتي هو اللي بيتعامل مع الحاجات دي يعني. هو فمن الاخر يعني المجال ده هو بيتعامل بشكل اساسي مع المعلومات. هو يعني اهم حاجة بالنسبة له هي المعلومات. ورابع حاجة اسمها كلاود كومبيوتنج. كلاود كومبيوتنج مبدئيا كده ايه هو نظام الكلاود ده نفسه؟ كلاود دي اللي هي السحابة. انت مثلا بدل ما تكون عايز تستخدم خدمة معينة على برنامج معين او حاجة، او تسيف مثلا معلومات معينة، بدل ما تستهلك مساحة عندك انت، في حاجة لما تكون عايز تخزن شغل معين او حاجات معينة، بدل ما تخزنها على جهازك ومش عندك مساحة معينة، انت بتخزنها على حاجة اسمها كلاود. في حاجة بقى مثلا زي ازور، دي اللي مايكروسوفت تقريبا عاملاها، في حاجات كتيرة جدا بقى. فده مجال الكلاود كومبيوتنج، وتقريبا يعني المجال ده يعني هو مجال يعني حلو جدا، بس الناس قليلة اوي بتشتغل فيه بصراحة. وخامس مجال معانا هو مجال الجيم ديفلوبمنت او تطوير الالعاب. والمجال دوت اللي بيشتغل فيه بيتخصص ان هو يعمل لعبه او يصمم لعبه او يحسن من لعبه، سواء كانت اللعبه دي على مثلا تليفونات او بي سي او على كمبيوتر او نينتندو او اكس بوكس او بلاي ستيشن. والمجال ده صعب جدا بصراحه، لان انت عشان تشتغل فيه انت المفروض مش تكون عارف شويه اكواد وتكون عارف سي او سي بلس بلس، بس انت المفروض تكون عارف الجانب البرمجي وجانب اللي هو جرافيك موشن وجرافيك ديزاين بتاعت اللعبه نفسها. يعني هو مجاله من اهم الادوات اللي بيستخدموها هي يونيتي وانريل انجن طبعا. سادس مجال معانا هو مجال الداتا ساينس. ومجال ده طبعا يعني مجال برضه من اهم المجالات اللي بتدخل فلوس. مجال الداتا ساينس ده بيتعاملوا مع البيانات. المجال دوت عبارة عن اكواد واحصاء ورياضة وماث. انت بتتعامل مع البيانات والاحصاءات. انت مثلا يعني المجال ده بيستخدموه عشان يعرفوا ياخدوا قرار معين. هما مثلا برنامج مثلا يعني اسمه سين مثلا، البرنامج ده عنده 100 مليون، في 100 مليون مثلا واحد بيستخدم البرنامج ده. فبتوع بقى الداتا ساينس هم بيدرسوا الداتا بتاعت الناس ديت، بحيث ان هم اللي عايزين ياخدوا قرار معين في البرنامج دوت او في النظام دوت، يشوفوا الناس هتتفاعل معاه ازاي عن طريق الداتا او البيانات بتاعت الناس دي. اللي هو من الاخر يعني بيستخدموه قوي في دراسة القرارات قبل ما ييجوا يصدروها يعني. سابع حاجة بقى الامبيدد سيستمز او الانظمة المدمجة. والمجال ده طبعا مهندسين الميكاترونكس بيشتغلوا فيه. ومن ده مجال طبعا من اهم المجالات، ومن يعني المجال دوت يعني في مهندسين ميكاترونكس كتير قوي بيحبوا يشتغلوا في المجال ده. البرنامج ده يعني انت مثلا عشان تدخل المجال دوت لازم تكون متعلم سي وسي بلس بلس ومثلا اسمبلي مثلا وراست تقريبا. المجال دوت اللي بيشتغل فيه بيعملوا حاجات اللي هي صغيرة جدا، يعني بتستخدم في حاجة واحدة بس. يعني مثلا زي البروسيسور مثلا، ان هم مثلا يعملوا مايكرو شيبس اللي موجودة في الماك مثلا، ان هم يعملوا مثلا الايه، يعني هم يعملوا اجزاء صغيرة زي البروسيسور مثلا، يعملوا حاجات صغيرة موجودة جوه النظام نفسه او جوه الجهاز نفسه بتختص بحاجة واحدة بس. وطبعا احنا معمول الوقت هنتكلم في كل مجال لوحده بكل تفصيل اكتر يعني. وتاني مجال معانا هو مجال من اهم المجالات اليومين دول، وتقريبا ده اهم مجال يعني في الفتره دي، هو مجال artificial intelligence and machine learning. طبعا الماشين ليرنينج ده اساسا جزء من الارتفيشال انتليجنس. الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي ان انت بتخلي جهاز معين او نظام معين بيفكر شبه الانسان. الماشين ليرنينج ده بقى جزء من الارتفيشال انتليجنس، ان انت بتخلي ده اسمه تعلم الاله طبعا، ان انت بتخلي النظام او الكمبيوتر بعد ما خليته يفكر شبه الانسان. يعني طبعا نظري، الكلام ده كله نظري، ان انت بتخليه بتديله داتا معينه بحيث ان هو يعرف يفرق مثلا بين صوره كلب وقطه، يفرق بين حاجتين عن طريق ان انت تديله امثله كتيره جدا. طبعا في الاول وفي الاخر ده جهاز، مهما حصل الانسان دايما هو هيكون اذكى كائن يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقه على الارض دي. تاسع حاجه بقى هي مجال البلوك تشين ديفلوبمنت. هنتكلم بتفصيل قوي يعني في المجال ده بالذات في فيديو لوحده. باختصار شديد، انت مثلا في حاجه اسمها NFTs، في حاجه اسمها الكريبتو، في حاجه اسمها البيتكوين. انت بقى النظام يعني البلوك تشين ديفلوبمنت ده مجال بيبقى سري، يعني مش سري، بيبقى مجال مشفر كويس جدا، مجال بيعتمد على تقنيه البلوك تشين ودي هنتكلم عليها في فيديو لوحدها. ومجال بيبقى ايه يعني صعب جدا او شبه مستحيل ان انت تعدل فيه التعاملات البنكيه اللي بتحصل فيه، سواء كان في ال NFTs او في الكريبتو او مثلا في البيتكوينز مثلا. والمجال ده طبعا مهم جدا، لان يعني المجال ده بيتعامل مع البنوك بشكل اساسي والبنوك الرقميه بالذات. واخر مجال معانا هو مجال ال AR development وال VR development. طبعا ال AR دي مختصر من ال Augmented Reality، وال VR اللي هو Virtual Reality. ال Virtual Reality ده اللي هو الواقع الافتراضي. طبعا مجال ال VR دوت ان انت بتدخل مثلا تلبس نظارة زي الاكيولس مثلا، انت بتبقى في عالم تاني خالص، ده اللي هو اللي اسمه Virtual Reality او العالم الافتراضي. ال Augmented Reality ده بقى مجال اللي هو ايه، هو واقع معزز، هو نفس الواقع العادي بس بيبقى فيه اضافات يعني زيادة زي البوكيمون جو مثلا. انت بتبقى عادي مثلا قاعد في اوضه مثلا، بس هو بيضيف لك حاجات معينه، بيعزز لك الواقع اللي انت قاعد فيه. وده باختصار شديد
اشهر واهم 10 مجالات في البرمجة. وان شاء الله في الفيديوهات الجاية هحاول افسر كل مجال لوحده وايه اللغات المطلوبة ليه وازاي تبدأ تتعلم برمجة اساسا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.